اليوم اليوم غنوريكم احسن بلايص اللي ممكن تفطر فيهم فاش تجي لطنجة. تبعوا معايا الفيديو باش تشوفوا هاد البلايص. هاد البلايص كيعرفوهم غير الناس ديال طنجة. يعني الا كنتي غتجي اول مره خصك ضروري تتبع هاد الفيديو باش تعرف البلايص فين مزيانين اللي يستحقوا الفطور. اول بلاصه غنتعرفوا عليها هي خويغوج. خويغوج كتواجد بمسنانه بالضبط في قواصم. هذا المكان كيتعتبر من احسن البلايص اللي ممكن تفطر فيه. عندهم فطورات واعرين ومن طبيعه الحال عندهم عصائر طريه. دونك الناس اللي غيجيو لطنجة فضروري تجيو تجربوا خويغوج اللي كيتعتبر من احسن البلايص. عندهم بزاف د الانواع ديال الفطورات، مختلف الاشكال ومختلف الاذواق. دونك هذا هو البلاصه الداخل ديالها. انا جربت فطور هولندي اللي كيجي على هذا الشكل. كيجي معاه طوست فروماج داند وكيكون عندك واحد البحر رايب هذاك كيما كتشوفوا، وكيكون عندك اتاي وقرعه د الماء، ولا بغيتي تضيف عصير كتضيفو لراسك. المكان الثاني اللي مشيت له هو مرشان بارك اللي كيتواجد في حي مرشان بالضبط قبالة قهوة حنفطة. هذا المكان الصراحة اللي ثار الانتباه ديالي هو انه كيمزج ما بين الاصالة والمعاصرة. يعني غتلقاو اللمسة المغربية في الديزاين ديالو لداخل، في نفس الوقت غتلقاو الاساس مودرن. وهذا المكان عائلي وكيستحق الزيارة. يعني اي واحد جا لطنجة ضروري يجي لهذا المكان اللي غيعجبه. هانتوما كيف غتشوفوا، هانتوما اللمسة المغربية من خلال الزاج والزليج والاقواس، وفي نفس الوقت كتلقى كاين واحد الطابع ديال طابع موديل. هذا الداخل ديال البلاصه، نتوما كيف كتشوفوا بلاصه راقيه وواعره بزاف. يعني هاد البلاصه ديال الناس الذواقه واللي باغيين يستمتعوا بفطور طنجاوي في مدينه طنجه. بالنسبه للفطور فهم عندهم بزاف د الاختيارات، اهمها هما هاد الفطورات اللي كتشوفوا مغربي امريكان. انا اختاريت المغربي اللي الثمن ديالو 70 درهم. كيجيب لك الشيشه اتاي، تقدر تختار قهوه، جو دورانج، قرعه الماء صغيره. من بعد كتكون عندك اومليت لتحت كيف كتشوفوها. الفوق كيكون كيعطيك املو، الجبن، الزبده، العسل، كونفيتور، هذوك الجوج فيهم فروماج زائد واحد الرايب ومعاه الزيتون. هذاك الرايب صراحه واعر بزاف عجبني، وكيكون معاه حتى الداند. نتوما كيف كتشوفوا فطور شباهي كيعطيك من طبيعه الحال البغرير، البطبوط، الحرشه والرغايف. نتوما كيف كتشوفوا ها هو الفطور ديالنا، الفطور اللي غتاكلو وغتعاود ترجع عندهم وفي نفس الوقت غيشبعك مزيان. المكان الثالث هو مكان كيتواجد قرب السجل المحلي تاع مونطانا. هاد البلاصه اللي بزاف شكروني عليها وقلت ضروري نجي نجربها. عندهم تما بزاف د الانواع ديال الفطور. الثمن كيبدا من 50 درهم حتى ل 85 درهم. انا اختاريت نجرب فطور انجليزي. دونك اول حاجه كيجيبوا لك هذوك مختلف العصائر، كيجيبوا لك لافوكا معاه عصير ديال خيزو واناناس. هانتوما كيف كتشوفوا الفطور. عرفتي هاد الفطور صراحه عجبني المذاق ديالو، كيكون مع هذا الرايب هاد الرايب وهما هاد مختلف العصائر. المكان الرابع، هاد المكان كيتواجد في البولفار بالضبط. هادي هي البوسطه الكبيره. هانتوما هاد الطوموبيلات كيدوزو من البولفار، هذا شارع معروف. غتدخل مع هاد الزنقه غتلقى واحد البلاصه كتعتبر من اقدم البلايص اللي كيبيعوا لي شوسون في طنجة. تأسست سنة 1970. عندهم أثمنة واعرين وأثمنة رخاص ابتداء من 3 دراهم 8 دراهم. وهاد البلاصة ما تلقاوش شي بان أولا لي شوسون عامرين بالفروماج. فما تلقاوش شي بلاصة بحالها. كتسمى لا بانكيس باتيسري. فيها انا جربت هاد الجوجه واعرين بزاف. انا ملي ساليت هاد الجوجه كليتهم، عاودت خديت وحدين اخرين ديتهم معايا. بطبيعه الحال في نفس الوقت تقدر تاخذ المشروب اللي بغيتي. كنتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو في فيديو جديد.